اهلا بيكم حلقه جديده من بودكاست الاستوديو. معاكم عبد الحميد زين، وهنا معايا بكر مهندسين معماريين. الاخبار يا بكر، عامل ايه؟ كله كويس يا عبد الحميد، انت الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. الحلقه دي هي النص الثاني من الحلقه اللي فاتت، اللي كانت بتتكلم على الحفاظ على التراث المعماري واهميه التراث المعماري. فيعني اتاكدوا ان انتوا سمعتوا الحلقه الاولى قبل ما تسمعوا الحلقه دي، فلو انت ما سمعتش الحلقه الاولى اللي هي الحلقه اللي فاتت على طول اقفل الحلقه ونروح نسمع. وبنفكركم ان احنا موجودين على السوشيال ميديا، على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. ده استوديو بودكاست، وتقدروا تسمعوا الحلقات كلها على يوتيوب سبوتيفاي انغامي وبوديو. نكمل كلام بقى بكره على التراث واللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. احنا دردشنا كده في دردشه المره اللي فاتت عن ايه هو اصلا التراث، ويعني اهميته بقى من الناحيه التاريخيه البيئيه والاجتماعيه وما الى ذلك. واتكلمنا بقى، خدنا رحله طويله كده فلسفيه في ايه هو الميموري بتاع المدينه والسنس اوف بليس بتاع الناس، وقد ايه هم بيرتبطوا بالميموري او بالتاريخ بتاع المدينه بتاعتهم وذكرياتهم في الفيزيكال اليمنتس المعماريه. وربطنا كل الكلام ده، الكلام الحلو ده ببعض. يعني احنا هنكمل معاكم بقى الكلام، وهنبدا نتكلم بشكل تفصيلي اكتر في بدايه الحلقه دلوقتي ازاي اصلا احنا، او ايه الطرق العلميه اللي احنا المفروض نحافظ بيها او اللي ممكن نحافظ بيها على التراث المعماري. فيعني من اول الخطوات خالص، ودي حاجه احنا مش هنتكلم فيها كتير، بس من اول الخطوات خالص الدوكيومنتيشن، او اللي انت تعمل تسجيل للاماكن التراثيه دي، تسجيل للاماكن الاثريه واتيفر. فالحاجات دي هي اهم خطوه اصلا. ما ينفعش يبقى عندك انت مكان ذو طابع معماري مميز ومهم للمدينه وان انت ما تعملوش دوكيومنتيشن وتسجل الصفات بتاعته وتسجل مكانه وعنوانه والكلام ده كله. فدي بتبقى اولى الخطوات اللي هي الدوكيومنتيشن. الباك جراوند كمان بتاعت المكان نفسها، المكان ده الاهميه التاريخيه بتاعته، الحاجات كمان الفلسفيه والتاريخيه اللي ليها علاقه بالمبنى، مش بس الاركتكتشر اليمنتس. انت بتوثق حدث تاريخي، بتوثق حاجه جزء من اجزاء التاريخ حصلت في المبنى ده، او حاجه مهمه من الهويه نفسها بتاعه المدينه او المكان اللي موجود فيه المبنى. مهم قوي ان انت تهتم بفكره التوثيق عامه، لان هي من الاجزاء بصراحه اللي انت بتبدا تبني عليها طرح بشكل كبير يعني. بالظبط، وزي ما بقى معاك مرجعيه تعرف بيها تكمل بقى الطرق اللي احنا هنتكلم فيها يعني. لو حصل توثيق كويس، لو حصل توثيق لكل الاجزاء، هيبقى معاك المعلومات والداتا المهمه تقدر على اساسها تبني طرحك او التصميم بتاعك، او فكره بقى سواء تعملها ريستوريشن او ادابتيف ريوز بعد كده مثلا تعيد استخدامها وتضيف حاجه وهكذا يعني. بالظبط. بس فزي ما بكر قال، بعد كده بيبقى عندك انواع تانية زي الريستوريشن. فهنتكلم عن الريستوريشن هو ببساطه شديده ان انت بيبقى عندك مبنى تراثي طبعا، فبيبقى انت بتعمل له ريستوريشن او انت بتصينه بحيث ان هو ما ينهارش او ما يحصلوش مشاكل. بيبقى في بعض التلفيات طبعا من سبب عوامل الزمن وعوامل التعريه وكده، ترممه بشكل عام يعني، بحيث يحافظ على شكله برضه. والجزء الانشائي ده من الاجزاء المهمه قوي اللي انت لازم تعتمدها قبل اصلا ما تقرر انت هتعمل ايه في المبنى. بالظبط. فانت بتبدا تعمل له ريستوريشن، بتبدا تصين او ترمم الاجزاء بتاعته. في مدارس كتير بقى في حوار الترميم ده، في اللي يقول لك بيحافظ على الشكل بالظبط اللي هو نفس اللون، لو يقدر نفس الماتيريال هيحط نفس الماتيريال كل حاجه. في ناس لما بتتدخل على مبنى الترميم، خصوصا لو ترميم ميجر شويه، لا يقول لك انا هخلي في جزء باين ان ده المترمم، يعني ده الجزء المضاف او الجزء المترمم من المبنى، ويبقى جنبه باين الجزء الاوريجينال، فاهم؟ فدي بتبقى في مدارس بقى في القصص دي، في ناس اصلا بتعمل دراسات في الموضوع ده. يعني في اتجاهين. لو رحت انت اي مكان، رحت مثلا القاهره القديمه، ممكن تخش اماكن تلاقي في جزء من الحجر مثلا بلون، وجنبه جزء تاني بلون تاني، هم الاثنين واخدين نفس الشكل، يعني العنصر المعماري واخد نفس الشكل، بس تحس ان في فرق الوان او فرق ماتيريال. ده بيبقى يعني هو في العصور واختلاف برضو ودي هنشوفها في القاهرة القديمة دايما، حتى في المساجد اللي موجودة تلاحظ. حتى في العصور زمان كان لما يجي مثلا حد عايز يحط بصمته فيحط مثلا عنصر معماري تاني مثلا، نفس الفكرة يعني. انت برضو بتحاول في معماريين او في مهتمين بالتراث لما بييجوا يشتغلوا على النوع المباني ده، بيحاولوا يحطوا بصمة تعبر عن الحاضر زي ما اتكلمنا، وتعبر عن المستقبل. فبيحاولوا يحطوا بصمة مختلفة عن الماضي او العناصر المعمارية القديمة. في ناس بتقول زي ما قلت لك المدارس، في ناس بتقول ان ده نوع من الامانة، اللي هو انا عايز اقول
ان لا يا جماعه العنصر اللي انا ضفته او رممته ده لا مش من الزمن القديم ده، حاجه اتعملت قريب. فهو في ناس بتعتبرها كام زمان، وفي ناس تقول لك لا انا لازم المبنى يفضل بنفس هيئته، وبالتالي بيرمم بنفس الالوان بنفس الماتيريال ونفس التكنيك بتاع الشغل وبتاع البناء وكل حاجه. فبس فيعني ده الريستوريشن بشكل اساسي، وفي منه بقى امثله عندنا كتير في مصر. كان اقربها قصر البارون في هليوبلس في القاهره، يعني اللي هو اترمم قريب جدا واتفتح للزوار بقاله فتره. هو من القصور اللي اتفتحت، وحقيقة انا كمان يمكن لما زرته يعني كان من الامثله الكويسه ان هو تم ترميمه بشكله طبعا هو شكله قديم، حصل بعض الخلافات سبيشالي في اللون يعني. كان في برضه حبه يعني كسر اختلاف في شويه في اللون لكن هو كاستخدام اتحول طبعا لمتحف، خلينا نقول مكان الناس بتقدر تزوره وتطلع حتى للروف تقدر تبص على المكان من حوالين المبنى. هو مبنى بصراحه من الحاجات اللي جذبتني ليه ان في زوار كتير، في اقبال كبير على القصر، انه قصر من التراث بتاعه والاركتكتشر بتاعته هي اركتكتشر من الطابع الهندي او حاجه كده. فكان الاركتكتشر الاليمنتس او بنتكلم بقى على الموتيفز والتماثيل والسكالبتشر والكلام ده كله كانت مختلفه شويه. فهو الأصول المهمه والأصول التراثيه طبعا. وكان من الحاجات اللي حصل لها ريستوريشن، وكان مهم طبعا ان انت عندك حاجه ثقافيه وليها تاريخ وليها اصل كبير واهميه معماريه وثقافيه، ومبنى يعتبر اوت ستاندينج، زي تعيد استخدامه وتعيد استخدام المبنى، وكمان الجزء اللي حوالين المبنى تم استخدامه بشكل مختلف بحيث يتاح للزوار، بحيث يتاح للناس ان هم يروحوا ويشوفوا المبنى، حتى كجزء كمان تعليمي للناس اللي موجودين في ليهم علاقه بالتراث بيهتموا بالحاجات دي. مهم قوي ان هم يشوفوا ايه اللي حصل في المبنى، مهم قوي يشوفوا ايه التجديدات اللي حصلت ويدخلوا المبنى كمان من جوه، لانه مباني اللي تستحق الاهتمام حقيقي يعني. بالظبط. وفي من الامثله برضو اللي في مصر المهمه جدا جدا اللي حصلت خلال القرن الحالي، يعني في حوالي الالفينات ممكن او كده، موضوع الريستوريشن بتاع منطقه المعز وشارع المعز اللي شاركت فيه اليونسكو مع مصر، وان يرجعوا المكان تاني للطابع القديم جدا، وان يحصل بقى سفلته بالطريقه القديمه البازلت، ان هم يعملوا سفلته بالطريقه القديمه البازلت، وان هم يرمموا بعض المباني وبعض المساجد اللي كانت على جانبي شارع المعز، يعني يرجعوا المنطقه لرونقها من الاخر يعني. فدي بقى من الحاجات اللي مأثره علينا بقى احنا لغايه دلوقتي، ان احنا لما كبرنا ونشأنا ودخلنا في قصه دراسه العماره، فقد ايه الاماكن اللي زي دي لما تحافظ عليها. شفت بقى لما تحافظ عليها من اكتر من 20 سنه بدأوا في المشروع ده، وفضل معانا المكان ده برونقه بشكله وبطبعه الحقيقي، يعني خلانا يعني مستلهمين حاجات كتير جدا منه، وخلانا نتأثر بيه فيما يتعلق بالعمارة الإسلامية والعمارة التراديشنال في القاهرة يعني. ده بالنسبة للريستوريشن. في عندك النوع بعد كده اللي هو ريبيلدينج اللي هو بيبقى عندك مبنى ممكن متهدم جزئيا، او توسعة عاوز تعمله توسعة بشكل معين، بتعيد بناءه او بتعمل توسعة ليه بنفس النمط ونفس الشكل المعماري اللي هو كان موجود في الاصل. من الامثله اعتقد المشهوره جدا هو المسجد النبوي. يعني المسجد النبوي فيه المسجد الاساسي اللي هو في الادوار في النص او في الكور بتاع المسجد، وحصل له توسعات كتير جدا لغايه ما وصل للشكل الحالي بحيث انه يستوعب ايه اعداد المصلين الكبيره. اختلاف الزمن واختلاف برضو الفانكشن دلوقتي، احتياج الناس نفسها، فبتعمل له ريبيلدينج عشان يتوافق مع الفانكشنز واحتياج الناس اللي هم محتاجينه في العصر اللي احنا عايشين فيه. بالظبط. لو رحنا للنقطه الثانيه يمكن هو الادابتيف ريوز بقى. نقطتك المفضله. هنستفيد عامه في نقطه الادابتيف ريوز عامه، بس زي ما اتكلمنا يعني مش عايزين نعيد النقطه دي كتير، هنعدي عليها بسرعه. ولكن فكره ان انا المبنى التراثي عندي مهم ان انا اهتم بيه، ومهم ان انا اهتم بعناصره والباك جراوند والهيستوري بتاعته، ولكن مهم كمان الناس يحسوا بيه تفاعلهم مع المبنى. على هذا الاساس انا بشوف المباني اللي عندي واهميتها الثقافيه، وازاي انا كمان استخدمها في عصري الحالي، اشوف ايه الاستخدامات اللي موجوده عندي. هل انا محتاج مثلا استخدام سكني؟ هل انا المنطقه اللي موجوده عندي محتاجه حاجه كالتشرال مثلا الناس يقدروا يستخدموها، يبداوا يشوفوا موضوع الارتستيك اليمنتس مثلا، عايز الكلام ده كله هيضيف للمنطقه دي. منطقه ثانيه محتاج مثلا فيها حاجه ميكسد يوز، المنطقه محتاج
ادخل فكره البيزنسز فيها، فاخلي فيه اوفيسز اكتر. فمهم قوي بالنسبه لي ان انا اشوف ايه الاستخدامات اللي الناس محتاجينها في المنطقه دي. مهم ان انا كمان يحصل ديسكشنز ما بين الناس، ايه الاحتياجات اللي هم محتاجينها، ما يبقاش المشروع نفسه مفروض على الناس بشكل كبير. فبالنسبه لي طبعا الاستخدامات بتختلف يعني. برضه يا عبد الحميد ممكن تستفيد في الحته دي. احنا عارفين ان طبعا قد تكون الاستخدامات، في استخدامات تبقى مثلا بحول المبنى ده وليكن عندي مصنع او حاجه فبحوله للاوتيل، بيبقى ده ادابتيف فيوز. انا شفت ايه الاستخدام، مصنع مبنى مش مستخدم، او زي ما اتكلمنا على في الحلقه الاولى على جيني جانج، كان في مشروع كان عباره عن باور بلانت تتحول لإديوكيشن فاسيلتي. فحاجات زي دي برضو انت بتبقاش متخيل ان المبنى ده فيه بوتنشال من فانكشن لفانكشن تانية. فالموضوع الادابتيف ريوز من الحاجات احنا يعني بنحب نتكلم عليه ليه، عشان هو من الحاجات سستينبل جدا. فكده انت تبقى عندك مبنى بدل ما تهده تبقى كاربون فوت برنت زياده على الفاضي وتكلفه زياده على الفاضي. بالظبط. يعني انت هتفند مبنى من الاول هتهدر ريسورسز كبيره قوي وبوتنشال كانت موجوده عندك. وبوتنشال حقيقي، مش بتكلم على بوتنشال مبنى ذات نفسه، قد ما المبنى نفسه يطلع منه حاجه كويسه ثقافيا، وشكل المبنى نفسه بيطلع منه حاجه كويسه حتى معماريا تقدر تكمل عليها. وشفنا امثله كتير جدا في مصر وبره مصر. بالظبط. او في الحاله الاخيره خالص، يعني بعد كل الاستخدامات انت تعرف في الحاله الاخيره ان انت ممكن لو هو ليه استخدام اوريدي قائم في العصر الحالي ان انت تعمله بريزرفيشن، او ان انت تحافظ على استخدامه وتخليه قائم بيخدم الناس مش اكتر. يعني ده يعتبر نوع من ادابتيف ريوز، ان انت تحافظ على استخدامه. هو مش اللي هو مبنى اثري قاعد كده فاضي موجود، لا هو الناس لسه بتستخدمه بس هو ذو طابع او ذو اهميه معماريه، فانت بتحافظ عليه بحيث ان استخدامه يفضل قائم ويفضل يخدم الناس. برضو دي ادابتيف. واشهر الحاجات دي يمكن المساجد اللي موجوده في القاهره اللي هي قائمه لحد دلوقتي باستخدامها لحد دلوقتي، والناس بتستخدمها بكثره كمان. فمهم قوي ان انا احافظ بقى عليها. يعني الناس هتستخدمها لكن شكلها الحالي، فاحافظ عليها، احاول ارممها، احاول احافظ على الشكل، ولكن اشوف ايه النقط مثلا محتاجه ترميم بقى انشائيا، او حتى في الشكل العام لو بنتكلم على الدهانات الكلام ده كله، ايه اللي المبنى ده محتاجه، لكن هيحافظ على نفس الاستخدام اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. بالظبط. من الحاجات اللي حصلت قريب برضو، احنا كنا اتكلمنا في النص الاول برضو، واللي ما سمعش الحلقه يرجع يسمعها، عن مكاتب البريد والاتجاه اللي واخده البريد المصري في تطوير المباني القديمه بتاعته، ان هو يعمل لها ريوز او حتى ريستوريشن ويبدا يستخدمها بنفس الفانكشن بتاعتها. ففي برضو من الحاجات اللي هتتنفذ ان شاء الله وهتبدا التنفيذ فيها قريب هو مكتب بريد العتبه. غير اللي هو اوريدي متنفذ دلوقتي، عشان في اتنين يعني الرئيسي بالظبط. البريد الرئيسي هو اللي مستخدم دلوقتي اللي اتنفذ دلوقتي، صح؟ بالظبط. ففي مكتب تاني في العتبه بريد، بس ده مش يعني مش هيبقى مركز رئيسي للبريد، هيبقى في استخدامات تانية كتير ومتنوعه. وده من تصميم المعماري معاذ ابو زيد برضو. ان احنا اتكلمنا عن مشروع تاني اللي كان مغاغه، صح؟ اتكلمت عن مغاغه بريد من بالظبط. اتكلمت عليه انت بكره في النص الاول وشرحناه يعني في النص الاول. مكتب برضو بريد العتبه نفس الكونسبت، بس مع يعني مور اوف ادابتيف ريوز اكتر من المغاغه يعني. داخل فيه اوفيسز، داخل فيه كورك سبيسز، داخل فيه ريستورانتس واكزيبيشنز. يعني استخدام متنوع جدا للمبنى. هو مبنى طبعا قديم ومعي وسوشيال، فاستخدام مختلف يعني. بالظبط، مختلف جدا ومتنوع. وكمان المعماري هنا يعني راجع. يعني حتى كان باشمهندس معاذ اتكلم في بعض المحاضرات اللي انا حضرتها له، ان هو شاف الفيلم العتبة الخضراء لإسماعيل ياسين، عشان كان ظاهر فيه المبنى في بعض المشاهد بشكل كده طشاش، فعشان ياخد صورة عن المبنى ده كان عامل ازاي يعني. فكانت من النقط فعلا اللي عجبتني جدا في الريسيرش اللي وصل للدرجه دي عشان يحاول يوصل للمبنى على حالته الاصليه. وده بقى اللي احنا اتكلمنا فيه في موضوع الكولكتيف ميموري يعني والسنس اوف بليس. فكان في اصلا اتريوم في المبنى ده، وحاليا الاتريوم ده اتقفل. يعني الفلورز كلها اللي معديه في الاتريوم كملت على الاتريوم فاتقفل الاتريوم. اوكي، لان الاتريوم يعني اللي مش عارف الاتريوم ده اللي هو السبيس اللي في النص الدبل هايت او تريبل هايت او وات ايفر، بيبقى واخد الفلورز كلها مفتوح من النص زي كور كده مفتوح من النص، بحيث ان اللايتنج بينزل في الدور الارضي بشكل عام يعني بينور كله من السنتر بالظبط. والناس اللي هي معديه من فوق بتبقى شايفه، بيبقى في كونكتيفيتي، بتبقى شايفه الادوار اللي تحت وشايفه الدور الارضي او دور المدخل وكده. فده الاتريوم يعني. فهو الاتريوم اتفتح او ان شاء الله هيتفتح تاني في الديزاين
ويرجع لحالته الاصليه، ويبقى مكان هاب كده للتلاقي الناس وان هم يقعدوا ويستمتعوا بالناتشرال لايتنج والكلام ده كله. بلس بقى الاستخدامات التانية زي اللي احنا قلنا. وان هو اضاف الروف في اخر في نهايه المبنى خالص، زي جزء كده شفاف عملوا بانوراميك فيو كده وجواه ريستورانت، انت تبقى قاعد شايف المنطقه كلها. فمن الحاجات الجميله جدا ان شاء الله نتمنى انها تتنفذ زي ما هي يعني، وهتبقى مؤثره جدا في المنطقه لاهل المنطقه هناك. عندك اي اضافه في الادابتيف ريوز؟ بس انا مش عايز اخد منك الموضوع ده. احنا اتكلمنا على الادابتيف ريوز فعلا باستفاضه، ان هو من الحاجات اللي احنا حقيقي بنشوفها فيها بوتنشال كبير قوي ومهم قوي، زي ما انا قلت قبل كده، ان احنا نعبر عن نفسنا وعن الحاضر بتاعنا على قد ما احنا كمان بنحافظ على الماضي. فدي كانت النقط اللي حقيقي بنحاول، والنقط اللي عجبانا الامثله اللي بتحصل دلوقتي هي حقيقه امثله مشجعه، وامثله احنا يعني نفسنا كمان تتنفذ في حاجات كتير قوي حوالينا بنشوفها بوتنشال، ولكن ما بنشوفش فيها يمكن المجهود المبذول في حاجات زي الامثله اللي احنا اتكلمنا عليها. جزء طبعا الجزء يمكن من الخطوات طبعا بتاعت الريستوريشن المهم قوي ان احنا دايما يبقى فيه سبوت عليها، وهو جزء ان انت اصلا يبقى فيه اويرنس مثلا للناس نفسها، ان انت ازاي تحاول تعلم الناس يمكن من النشء الصغير من الطفل نفسه اهميه التراث المعماري، واهميه ان يبقى عندك انت قد ايه الطفل ده محتاج من وهو صغير يتعلم من المباني التراثيه دي، سواء بقى بنتكلم من الزيارات المختلفه اللي بتحصل بقى للاطفال او حتى للناس العاديه الورك شوبس اللي بتحصل، ومش بتكلم هنا على متخصصين في مجال المعمار او الحفاظ على التراث، قد ما الناس العاديه زي انت كمان تخلي الناس تحضر ورك شوبس عامه بترشد لموضوع والميديا اهميه والميديا طبعا مهمه قوي، ان انا اقول للناس ان التراث ده حاجه مهمه، وان انا ازود الوعي ناحيه التراث والحفاظ عليه، وان انا اخليه جزء مهم لا يتجزأ من البروسيس نفسها اللي تخلي الناس كلها عندها الوعي والتعليم الكافي للحفاظ على المباني دي، وان هي كمان تبقى افكتيف وجزء لا يتجزأ مشارك في عمليه البروسيس بقى، سواء بقى بتاعت الادابتيف ريوز او فكره احياء المبنى بشكل عام. وكذلك طبعا بنتكلم على جزء الليجل بروتكشن نفسه، يعني انا يبقى عندي اللوز واكيد هي موجوده اللي بتحافظ على المباني دي، لان احنا عارفين مهما يمكن قلنا عبد الحميد ان في وعي وفي طبعا نوع من انواع التعليم وانت بترشد لاهميه الحفاظ على التراث، ولكن محتاج يبقى في طبعا القوانين الالتزام بحاجه زي كده، لان حاجه ما ينفعش يحصل فيها اي مشكله، ما ينفعش تتضرر او يحصل فيها هدم ولازم يحصل مراجعات للقوانين لو في اي مشاكل. لازم نبدا نراجع تاني القوانين دي، مسؤوليه بقى الناس المشرعين يعني، ان يحصل مراجعه للقوانين بحيث ان يعني ما يبقاش في ثغرات ان احنا يضيع مننا حاجات مميزه او مباني تراثيه او جزء مميز من المدينه. لازم يبقى في مراجعه وتشديد على النقطه دي جدا. في برضو من ادوار الحكومه ان هي بتفند الحاجات دي، يعني مثلا عندك مشروع بيحصل فيه ريستوريشن او ادابتيف ريوز او ترميم لاي كان يعني، فالحكومه ساعات ما بتقدرش تفند المشاريع خصوصا لو حجمها كبير يعني. فهنا بقى من الطرق اللي بتساعدنا على ان احنا نحافظ على التراث هو التعاون اللي بيحصل ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومه. فده بيبقى مينلي عشان الفندق، وعشان ان احنا نلاقي طرق ان احنا ما ناخرش في بعض الاحوال. ما ينفعش تاخر اصلا الريستوريشن بتاعك عشان ما يحصلش لا قدر الله اي اضرار انشائيه او ان يحصل تهدم كلي او جزئي للمكان يعني. فده يودينا لفكره بقى ان في تشالنجز اوريدي وفي مشاكل وعقبات بتحصل ان انت تحافظ على التراث المعماري او انت تعمل ترميم او انت تعمل ادابتيف ريوز او كده. اول حاجه اللي احنا كنا بنتكلم عليها فعلا ان الفندنج، ان انت عندك مشكله دي قلنا ان هي ممكن تتحل ازاي يعني. ما اعتقد بقى ان في تشانلز تانية كتير في بعض المنظمات الغير ربحيه بتعمل زي فندنج للحاجات دي وفند ريزنج يعني الحاجات دي من حوالين العالم حتى مش لازم من جوه الدوله. في عندك ان يحصل ريزيستنس او يحصل مقاومه من الاونرز للمكان ده. المكان ده مش شرط يكون مملوك للدوله، ففي احيان كتير بيبقى مملوك لافراد، فممكن يحصل ريزيستنس من الافراد دي ان المكان ده يحصل له ريستوريشن، او ان هو او ان الدوله تاخده وتعمل له ريوز مثلا بشكل معين.
فساعات ده بيعطل الموضوع جدا، وبيخش بقى اجراءات تقاضي وما الى ذلك. فالحاجات من النوع ده من التشالنجز اللي بتقابلنا لو احنا حابين نحافظ على الاماكن دي. بنشوف يعني الموضوع ده مشهور قوي، لو حد مثلا عنده مبنى وعايز يهده، بس هو طبعا ما ينفعش يتهد عشان يتهد عشان مبنى قديم. بنشوف بيحصل حاجات زي ان هو مش عارف يحاولوا يبوظوا المبنى باي شكل عشان او بيسيبوه تدهور. بالظبط، يتدهور بحيث هو خلاص بقى ما ينفعش بقى خلاص بالظبط كده. بالظبط. دي نقطه بصراحه لا محتاجه دي الناس اللي بتغلب مصلحتها الشخصيه على المصلحه العامه يعني. فدي نقطه من النقط بصراحه المهمه. ويمكن كمان فكره الاويرنس بقى احنا اتكلمنا عليها، وازاي برضو الاويرنس دي من النقط المهمه قوي بالنسبه لنا. وفكره الناتشرال ديزاسترز، ان انا عندي كمان ممكن دي غصب عني او غصب عن المنطقه نفسها، حصل زلزال، حصل مثلا فيضان، ايا كان اللي ممكن يحصل. يمكن ده مش الحمد لله مش متواجد طبعا في مصر بشكل كبير الحمد لله طبعا، ولكن بنشوف دول كتير قوي ان هو ازاي بتخسر. يمكن حتى بنتكلم مش بس الناشونال ديزاسترز، الحروب والكلام ده كله، ازاي دول معينه، حريق زي اللي حصل في نوتردام مثلا، حاجات زي كده بتبقى حاجات مش متوقعه، حاجات انت مش عامل لها حساب، ولكن لازم تحطها في الحسبان دايما، ان انا يبقى في طرق لعلاج الحاجات دي. وده يمكن يرجعنا لجزء التوثيق. ما انت طول ما انت موثق المباني التراسيه اللي عندك، سهل ان انت تحاول تعيد العناصر المعماريه والعناصر وتبدا ترمم مختلفه. بالظبط، وتبدا ترممها تبعا للدوكيومنتيشن اللي عندك، تبعا للديتيلز اللي عندك. وفكره طبعا اللاك اوف سكيلد وركرز، دايما انت بتحاول دايما معظم المباني كمان، ودي يمكن من نقط المباني كمان بتحاول ترجعه فكره الحرف نفسها. انت بتشوف المباني القديمه بالذات، المباني مثلا حاجات في المباني في الحضاره الاسلاميه والثقافه الاسلاميه بالذات، تشوف كل تفصيله ازاي معموله بدقه وبحرفيه غير طبيعيه. فانت ازاي كمان هتقدر بسبب نقص كمان بقى الحرف ونقص السكيلز، ازاي هتقدر تسترجع حاجات زي دي بنفس الدقه بنفس الحرفيه. وفكره اصلا الحرف نفسها دي من ضمن الثقافه بقى اللي بنتكلم عليها، ان اصلا التراث نفسه بتاع المباني كان بيحمل وراه الحرف دي كلها، واللي هي اوريدي احنا نفسنا بصراحه ترجع نعمل حاجات فنيه. احنا مش بنتكلم هنا على حرفه او على شغلانه معينه، قد ما كمان هو فن وتراث انت لازم تحافظ عليه. وبنشوف التراث ده موجود في مدن زي النوبه بشكل عام، الحاجات اللي موجوده في سيوه والفيوم، الفخار، الحاجات اللي دمياط، النجاره، دمياط طبعا كلها. فانت الحرف اللي كانت موجوده زمان لازم دايما بتحاول تعيد احياء التراثي بتاعها بقى يعني. جدا. دي حاجه بره عن المباني. في حاجه من الحاجات يعني الامثله اللي قابلتني انا شخصيا، كنت في ورك شوب في سيوه من كام سنه، فكان المفروض ان الورك شوب عن احياء التراث المعماري في سيوه، لان يعني زي ما انت عارف التراث المعماري في سيوه ليه برضه طابع يعني مميز شويه، لان هو الناس كانت بتبني هناك بالماتيريال المحليه، بتبني بالطفله وبالطين وكده، عشان دي واحه في الصحراء يعني. وليهم حتى لون كده، لون وشكل الحيطه ليها شكل، ليها تكستشر، والسقف ليه شكل. فيعني كان الموضوع يعني الغرض منه دوكيومنتيشن، وان احنا نشوف ممكن نرجع الطابع ده ازاي، والتكنيك اللي كانوا بيبنوا فيه في الاول ازاي، لانه افضل للبيئه وافضل للي عايشين جواها من الناحيه المناخيه كمان. الراحه الحراريه جوه المبنى تبقى احسن بكتير. فاللي كان من المشاكل اللي كانت قابلتنا ان مفيش حد اصلا موجود، او قليلين جدا اللي بيبنوا اصلا بيبنوا بالطريقه القديمه، فاهم؟ الناس اللي بتبني بقوالب الطوب اللي معموله من الطفله ومن الطينه، هي بيبقى ليها تكنيك معين وعلى فكره مش بسيط يعني، في شويه تعقيد هندسي الناس توارثته كده. الحرفه دي الناس توارثتها مع الاجيال يعني. فاللي قابلنا ان لا، الناس مش موجود يعني، قالوا جدا جدا جدا، واللي موجودين يعتبروا ناس كبيره في السن كمان، اللي هو عارف انت ما عندهاش القوه ان هي ده بيخلي الموضوع يندثر غصب عننا يعني. بيخلي الناس تشوف طب ايه السهل اللي بيتعمل، او ايه الدارج اللي بيتعمل، وتلاقي مثلا مبنى في الريف او مبنى في طبيعه لا تلائمه بيتبنى فيه مثلا طوب بقى وطوب احمر وخرسانه، بتبقى حاجه برضو مش ملائمه مناخيا، مش ملائمه لطبيعه الناس وطبيعه المكان. انت وانت عايش في المكان ده مش بتبقى مستريح، مش مستريح بالماتيريالز نفسها،
بفكره احترامك للبيئه اللي موجوده حواليك، واحترام البيئه كمان ليك مناخيا، لان انت لو بنيت من حاجه مصنوعه من البيئه اللي انت عايش فيها، هي كمان في نفس الوقت هتحاول تنعكس بقى من خلال الانبعاث الحراري اللي بيحصل جوه دي اكتر حاجه مستدامه في الدنيا، يعني ان انت تبني من الماده اللي تحت رجلك، يعني فاهم زي ما بالظبط. دي يعني اقل كربون فوت برنت انت ممكن تحتاجه، يعني بلس والتكاليف القليله. انت بالظبط. لو رحت بنيت مبنى مثلا من الطوب والخرسانه، شوف كميه التكاليف بقى، ولو هتجيب مقاول والكلام ده كله على النقيض تماما. في الطين ده انت ممكن تبني بيت بالطين، وشفنا معماريين كتير جدا في مصر وبره مصر بيخلي المجتمع نفسه يبقى مجتمع تشاركي، ويبني بيته بنفسه. ده اللي كان حسن فتحي كتير قوي بيقوله، ان انا ممكن 10 اشخاص يبنوا لبعض البيوت بتاعهم. لو 10 اشخاص بنوا بيت لشخص واحد من 10، هيجي نفس الواحد ده يروح مع 10 اشخاص يبني بيت تاني. فدي كانت الكونسبت، هو التشاركيه. ومن هذا المنطق بقى ان انت هتقلل التكاليف، وهتقلل فكره ان انت مش هتحتاج ناس بقى كتير، بقى موضوع تشاركي لسد احتياج معين، لسد احتياج طبقه معينه من المجتمع، واحنا محتاجينها يعني. وده هيجيبنا لنقطتنا ان هو هيتولد عندك في المجتمع ده الحرفه اللي انت محتاجها عشان تبني اصلا بالطريقه اللي تلائم من البيئه يعني هي عارف انت كلها هي متوصله ببعضيها يعني. ففي بقى بعد كده من التشالنجز اللي بتقابل الحفاظ على التراث المعماري هي الاوربانيزيشن او التوسع العمراني. ودي حاجه في منتهى الخطوره، وبتحصل في كل دول العالم، وللاسف الشديد بيبقى انت مثلا في طريق محتاج توسعه، فاهم؟ في مثلا كومباوند هيتعمل بالظبط، في كومباوند هيتعمل، فتلاقي نفسك المكان اللي الديفلوبمنت ده هيتعمل فيه بيبقى بيتعارض بشكل او باخر مع منطقه تراثيه او مع مبنى تراثي، فبيحصل بقى مشاكل كتير جدا. وطب احنا نشيل ولا ما نشيل؟ طب ننقل زي حوار مثلا معبد ابو سمبل في النوبه لما جيت عمل السد العالي فاتقطع واتنقل، ما بيبقى موضوع كبير جدا. ففكره ان انت بتبقى عايز تعمل ديفلوبمنت معين مناسب للعصر الحالي، بس بيتم بقى يعني اعتراضه بمبنى حاجه ما ينفعش تتهد، ما ينفعش بيبقى ليها معالجات كتير هندسيه ومعماريه يعني. بس دي بتبقى من المشاكل اللي بتقابلنا واحنا بنحاول نحافظ يعني على التراث. في عندك الحاجه الاخيره اللي بدات تمسنا كلنا، خصوصا اليومين دول، النهارده الدنيا حر قوي هو كلايمت تشينج. الكلايمت تشينج طبعا زي ما انتم عارفين بينتج عنه مشاكل بيئيه كبيره، وبيحصل يعني زي ما اتكلمنا عن ناشونال ديزاستر، ممكن يحصل ناشونال ديزاستر بسبب الكلايمت تشينج، يحصل تيارات هواء مختلفه عن العادي فيتولد مثلا اعاصير بشكل معين. في هيت ويفز مثلا بتضرب الاماكن، ده بيبقى غير معتاد، فبيأثر على الماتيريال، بيأثر على المبنى، بيأثر على حاجات كتير جدا. حرايق، الهيت ويفز مثلا برضو بتولد حرائق في بعض المناطق. فحاجه بسيطه، هي مش بسيطه طبعا، بس حاجه فكره بسيطه زي كلايمت تشينج ممكن تأثر ازاي برضو على التراث بتاعنا وعلى مدننا بشكل عام. عشان كده نرجع تاني ونقول قد ايه هي السستينابيلتي مهمه من اول، يعني فاهم، من اول وانت بتشد الخط على الورقه. هو مبدأ عام انت دايما وانت شغال بيبقى في بالك، كل عنصر ده بتحطه فعلا بيبقى واخد بالك من فكرة المناخ، فكرة البيئة اللي انت عايش فيها، وازاي تحاول تحافظ عليها، والمبنى يبقى افكتيف ويبقى ان هارموني مع الطبيعة والبيئة اللي انت عايش فيها. بالظبط. فيعني ده ختام النقطة بتاعت التشالنجز اللي بتقابلنا في عملية الحفاظ على التراث المعماري. في بقى دورنا احنا كمجتمع، ايه احنا يعني المفروض ان احنا نعمل ايه؟ طيب عشان دورنا، يعني انا مثلا انا مش صاحب قرار خلاص، طب اعمل ايه؟ طب ايه اللي في ايدي اعمله؟ زي ما انت قلت البيز لاين، اقل حاجه انت ممكن تعملها ان انت توعي الناس، زي ما انا وانت قاعدين اهو بنتكلم عن الموضوع، اللي احنا بنريز اويرنس بالطريقه اللي احنا نقدر عليها، وبرضه بنعرف الناس اللي مش عارف او مش مطلع على الموضوع ان هو يعرف، حتى لو فكره بسيطه، حابب يطلع اكتر بقى يقدر يخش ويشوف يعني ويسمع من المتخصصين. فحته الاويرنس دي مهمه جدا. وحاجات زي الاويرنس دي، حاجات زي الورك شوبس، حاجات زي التوك بشكل عام، والدiscussions اللي بتحصل بتعمل سبوت لايت كمان للديسيجن ميكرز نفسهم، ان هم يفندوا المشاريع دي واهميه المشاريع دي. لان احنا زي كمان ما اتكلمنا يمكن لما حضرنا محاضره جاني جان، المعماري دايما ليه دور،
دور ان هو يوجه المجتمع والديفلوبرز والديسيجن ميكرز لايه الصح فعلا، ايه الافكتيف اكتر المجتمع، ان هو بيبص للموضوع من ناحيه مختلفه خالص، من ناحيه انسانيه ومجتمعيه وثقافيه. قد يكون الديفلوبر، قد يكون ستيك هولدرز مش باصين لها من الناحيه دي، فهيفضلوا اكتر فكره ان انا ازاي من ناحيه الفلوس، من ناحيه ان انا احاول اجيب فند على قد ما نقدر. لكن لو انت كمعماري، لو انت كجزء حتى من المجتمع، ازاي من خلال الديسكشنز والتوكس اللي بتحصل ان انت تعمل سبوت لايت بشكل مختلف، تزود الاويرنس مش بس للناس العاديه، على قد ما انت تزود الاويرنس كمان للستيك هولدرز والديفلوبرز للديسيجن ميكر، ان هم يبصوا الموضوع بشكل انساني مختلف. فلا احنا لينا دور كبير قوي، دور حتى لو مش محسوس بشكل وقتي يمكن، ولكن التوكس دي دايما بتحاول تحط سبوت قدام. يمكن الموضوع كمان يختلف وكله يبقى ان هارموني مع بعض، الناس كلها بتشتغل ان كولابوريشن، الناس ومتخذين القرار والمعماريين، ان هم يحاولوا يفكروا في الموضوع بشكل يساعد الكوميونتي ويساعد الثقافه ويساعد المبنى ان هو يتطور بشكل ما ويتم الحفاظ عليه بشكل افكتيف يعني. بالظبط. فيعني برضه استكمالا للنقطه اللي بتكلم عليها الورك شوبس، وان احنا برضه نوعي الناس وكده، تكمله بقى على الكلام ده، ان انت يحصل انفولفمنت للناس. يعني من الورك شوبس اللي بتحصل، ودي انا حضرتها شخصيا، ان انت تنزل تعمل دوكيومنتيشن. دي اولى الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها في كيفيه الحفاظ اصلا على التراث. في ورك شوبس كتير، واعتقد في الكليه كمان كان في اكسرسايز انت بتنزل تعمل رافع مثلا لمنطقه معينه، ولو في اماكن معينه انت بتوثقها. ودي انا نزلتها برضه في ورك شوبس مختلفه بره الكليه، منها الموضوع بتاع سيوه اللي قلت لك عليه. فانت بتنزل توثق الاماكن دي وبتعمل مجهود. حتى هنا في اسكندريه اتعمل ورك شوبس، اتعمل فيها جايد لمدينه اسكندريه، وتحط فيها كل الاماكن المميزه، وحتى يعني وسائل المواصلات زي الترام، يعني حتى حاجات كتير جدا اتوثقت. فده مجهود يعتبر مجهود فردي محترم، هو مش مجهود من الحكومه، هو مجهود تقدر من الافراد. فده يعتبر كوميونتي انفولفمنت، او مشاركه من الناس او من الكوميونتي في عمليه الدوكيومنتيشن. ودي ابسط حاجه انت ممكن تعملها في الحفاظ على التراث. لو اتيحت الفرصه دي، يا ريت حاجه تتعمل في المستقبل، ان لو في حاجه ريستوريشن او ادابتيف ريوز بتتعمل، الناس تنزل تشارك برايها، وحتى لو تنزل تشارك في بالعكس عمليه الناس هتحب كمان تشارك بشكل كبير، لان هي بتشوف يعني ما احنا معظم مدننا كمان تاريخيه، دايما المبادئ التراثيه مش بس موجوده في مناطق معينه، قد ما موجوده حوالينا في كل حاجه. الشوارع الموجوده، شارع فؤاد في اسكندريه، المناطق كتيره جدا وسط البلد في القاهره، القاهره القديمه، كل المناطق دي الناس عايشه اوريدي في المناطق دي وبالفعل عنها بشكل يومي. فهتبقى حابه قوي ان انت تروح وتسالها وتاخد رايها وتعمل لها انفولفمنت في البروسيس نفسها. فمهم قوي كمان ان احنا نتفاعل مع البروسيس نفسها، ونتفاعل مع الخطوات اللي هتخلينا نشوف الصرح او المبنى ده بشكله المختلف في المستقبل. فدي بروسيس مهمه قوي بصراحه. مهمه. وانا دايما بقول يا جماعه، يعني اللي يلاقي مبنى حلو يصوره. يعني بتبقى حلوه لينا احنا كمجتمع. في ناس بتصور يعني حاجه ليها نفسها يعني، بتحب التصوير، وبنلاقيهم بيصوروا المباني، لا فعلا تحف معماريه، مش مبنى عادي يعني. وحقيقي الواحد بيعدي على مباني حتى عاديه خالص بس قديمه، مش شرط تبقى مبنى ذو قيمه تراثيه او تاريخيه قديمه قوي، لكن بيشوف المبنى فعلا بيبقى بيحكي قصه، الاركتكتشر بتاعته بتبقى مختلفه. فبيبقى دايما صعبان عليك ان المبنى ده ممكن مش متسجل في التراث مثلا، او مبنى ممكن ما يتمش النظر ليه بشكل مختلف. فبتبقى دايما حزينه ما بين دي، ممكن في وقت معين تتهد مثلا، ما يحصلهاش اعاده. هم في حاجات بتلاقيها اصلا اوريدي مهمله جدا وديتيريوريتد وخلاص هو هيقع. طب يا جماعه يعني برضو ضمنت سايبي، طب ما يعني يرمموه، مش شرط قصدي الحكومه اللي ترممه، بس يعني حتى لو ملاك المكان ده يرمموه بشكل او اخر عشان يفضل موجود وسطينا، وفي الاول وفي الاخر جزء من ذاكره الشارع.
وذاكره الناس وممكن يستخدم استخدامه وفي الاخر هو هيتهد يتبنى عماره مكانه مثلا 20 دور، وفي تبقى شكلها بالكي، ممكن مش ملائم في الاغلب في هيبقى وحش. هو في الاغلب. بس فعلا في مباني حوالينا كتير قوي، نتمنى فعلا ان يتم استخدامها بشكل افكتيف للناس، بشكل الناس فعلا تستخدمها، مش بس يبقى يتم ترميمها وتتساب، لان يتم ترميمها وتتساب زي ما قلنا مش هتبقى جزء من كينونة المكان وكينونة الناس، فمش هيستخدموها، هيتم اهمالها زي ما احنا عارفين، وهتبقى بروسيس مش سستينبل يعني. فدي النقطة بس اللي احنا بنتكلم عليها، فكرة التفاعل ما بين الكوميونتي والستيك هولدرز والمبنى نفسه، عشان نوصل لفكرة الإحياء التراث اللي احنا فعلا بنبص له، اللي احنا متوقعين ومتأملينه في المستقبل، نوصل للبيئة العمرانية اللي احنا نفسنا يعني نعيش فيها. بالظبط. فده يوصلنا لنهاية الحلقة، وهي كانت حلقة أو حلقتين بقى دسمتين جدا، فاللي ما سمعش الأولانية يرجع برضه يرجع يسمعها برضه معلش. فشكرا ليكم ان انتوا سمعتونا، وشكرا ليك يا بكر على المناقشة الحلوة دي. شكرا عبد الحميد، انا انبسطت جدا يعني بالتوبيك، لان توبيك بيمسنا حقيقي وتوبيك انساني قوي، ونتمنى حقيقي يعني برضو من الاودينس بشكل كبير لو في توبكس زي كده يقدروا برضو نتناقش فيها، يا ريت يقولوا في الكومنتات يعني. تمام، شكرا لكم، نشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست السيرش.